ما كمّلوش 24 ساعة من وجودهم في أمريكا وأكلوا الخنزير. بالهنا والشفا. طبعًا الأسرة المصرية اللي أنا مستضيفهم عندي، اللي هم كسبوا الهجرة العشوائية وموجودين عندي دلوقتي يعني، منورينّي يعني. المهم لمّا جُم رُحنا تاني يوم عشان نجيب بقى إيه، يعني إيه، أكل وكده وبتاع. فأنا أكّدت عليهم وقُلت لهم: "يا جماعة اقروا الحاجة عشان الخنزير داخل في حاجات كتير جدًا، خاصةً الجبن، الزبادي، الحلويات، الشوكولاتات كده يعني، فاقروا الحاجة يعني." فقالوا لي: "ماشي يا عمّتي." وفي برضك برامج بتنزل على التليفون بتعمل scan كده بتعرف إيه، فيها خنزير والّا لأ. المهم إيه، رُحنا هم سِبتهم طبعًا بيجيبوا الحاجة بتاعتهم وأنا رُحت أجيب حاجتي برضك. المهم بقى إيه، ورجعنا وكان كُلّه تمام يعني. جينا تاني يوم كان في حاجة ناقصة فخدتهم معايا تاني، فرُحنا هناك، فوإحنا ماشيين كده وأنا ماشي معاهم لقيتهم بيقولوا: "الزبادي ده حلو أوي يا عم ميسو." فبابُص عليه كده قُلت لهم: "بجد؟ أنتم جبتوا منه امبارح؟" "أيوه يا عم ميسو طعمه حلو أوي، تحفة." قُلت لهم: "بالهنا والشفا، ده خنزير." فطبعًا إيه، ورّيتهم الحاجة، فطبعًا إيه، في جيلاتين، طبعًا ده خنزير. ف يعني فيا جماعة خلّي بالكم، خلّي بالكم طبعًا هم يعني إيه، ما يقصدوش، لكن بنسبة 99% ما فيش حد في أمريكا أو في أوروبا ما اتلسعش في أكلة الخنزير دي. فيعني فخلّي بالكم يا جماعة. ودلوقتي في برامج سهلة جدًا والله يعني، بتنزّلها عندك على التليفون، بتعمل scan كده وبتعرف ده فيها خنزير والّا لأ يعني. بس كده. ورمضان كريم وأنا باحبكم جدًا، 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 وهوبا! ادّي يا عمّيسو، السلام عليكم.